الشيء بدقه، حضرتك بتحاول ان انت تتعامل بمهنيه بحياديه. في مواقع كتيره للاسف جدا تمام بتتعامل يعني بشكل غير مهني او غير حيادي، او حتى ما بيحاولش ان هو يتحرى تمام المعلومه او الخبر اللي بينشره، بيكون الهدف تمام يعني اقول لحضرتك هو مركز على تحقيق مشاهدات، مركز على اثاره الراي العام، وده حضرتك يعني اسلوب لا يصح طبعا. انا ما شفتش يعني الحلقه كلها واخد بالك، ولكن انا حبيت يعني اجري كده، قعدت كده ابص واجري، انا عاوز كلام المحامي اللي موجود في الحلقه. فاحنا بنعرض صوره يعني السيد الاستاذ هاني عوض المحامي اللي كان موجود في الحلقه عشان اشوف هل فعلا ورد على لسانه هذا الكلام. فاللي ورد على لسانه تحديدا ان بعض النزيلات اتحرشوا بمروه في الحجز، ان مروه قالت كده، قالت في اخر جلسه تحقيق ان بعض النزيلات اتحرشوا بيها بالحجز. واحنا قبل كده ما كنا اتكلمنا يعني قلنا ان كان قصه الاكل وبتاع، مش هنعيد الكلام ده تاني. يعني طب ممكن اعلق على الجزء ده؟ طب ما ده امر حضرتك وارد وسبق، وانا اتكلمت فيه مع حضرتك وناشدنا قطاع حقوق الانسان وناشدنا السيد اللواء وزير الداخليه، وقلنا تمام ان اكيد حقوق الانسان بيكون قطاع حقوق الانسان بيكون حريص على ضمان سلامه اي محبوس احتياطيا او مسجون، على حتى برضه معلش انه حصول على حقوقه، وده امر وارد. المصادره او مثلا حضرتك دول ناس اللي هم موجودين في مثلا في اماكن زي كده دلوقتي ممكن